يا الله. طبعا شوفوا، الأحزاب الشيوعية وليس الشيعية، والمراجع، مراجع ورجال الدين اللفوا لما تعرف أصلا الفصلة، واللي جاي من غير بلدان بعيدة، أبعد حتى من المجاورة، يعني مو بس من الدول المجاورة، لا أبعد حتى من المجاورة. ما تعرف أصلا الفصلة شنو هو، فجأة جنسية ومقر ومن حقه الوظيفة، ومن حقه المشاركة السياسية وإلى آخره. فجأة تلقاهم بوجهك، وتلقاهم يعني مشرعنين، يعني مرجع الدين إلى شرعية، وتلاميذه همين من نفس البلد اللي جاي منه، ويتحكمون بمصيرك. شوفوا وين وصلوا بعض المجتمع الشيعي. مثلا أنت اليوم عندك صديق أو جيرانك أو أقاربك، أو واقف بالشارع في مخبز أو فرن أو تسوق، شوف حديث الساعة يجي حديث عن الأخبار وغيرها، شوف هذا الشخص أبو المصلحة الفلانية مثلا جالس يمه في عمل معين، شوفه قلق. ليش قلق؟ يقول والله قلقها من هاي الوضعية وهاي الهوسة. فبنتجاوب تقول له هاي الوضعية احنا متعلمين عليها الهوسة وعايشين بشغلنا، احنا بحالنا وهم بحالهم. يقول لا أنا ما راضي برزقي واحنا نتمنى، يعني يتمنى هذا الفرد الشيعي. شوفوا ايش سووا بعقله بعض الشيعة عندنا بالعراق، شوفوا شلون جابوا عقيدة فاسدة وفسدوا المجتمع. وهموا المجتمع انه اذا احنا ما نحكم وما نفسد وما نخلي البوقي يصير، انت الفرد الشيعي المواطن العادي انت ما يجيك رزق. فخلوا ابو العمل، يعني سواء مقاول او عنده مصلحة معينة كاسب، وهموا انه احنا اذا ما نبوق انت ما يجيك شغل. فهو قاعد ينتظر على باب الله انه ذولي يشكلون حكومة ويسوون انتخابات ويبوقون، ولما يبوقون يجون يشترون عقار، او يجون مثلا يشترون اراضي وبيوت بالفلوس اللي يبوقوها، فهو راح يشتغل.